اليوم غادي نهضروا على واحد القصة فلسفية عميقة جدا جا بها الفيلسوف اليوناني أفلاطون في الكتاب ديالو الجمهورية، وهي قصة أهل الكهف. ماشي أهل الكهف اللي كاينة في القرآن، بل غير مثال فلسفي كيشرح لنا كيفاش الإنسان ممكن يعيش في الوهم وهو ما عارفش، وكيفاش يقدر يفيق للحقيقة. أفلاطون كيقول لنا تخيل معايا واحد الكهف كبير وفيه ناس مربوطين من نهار تزادوا، ما كيتحركوش وما كيشوفوش غير القدام ديالهم، وراهم كاين واحد الضوء شاعل، وبين هاد الضوء هما كاينين ناس اخرين كيدوزوا حوايج مختلفه. هاد الحوايج كدير الظلال على الحياه اللي قدام داك الناس اللي مربوطين. مثلا اذا دوزوا شي حاجه بحال التليفون من حدا الضوء، داك الناس كيشوفوا غير الشكل ديال التليفون مرسوم في الحيط، فحياتهم كامله هما كيشوفوا غير الظلال، فولاو كيعتبروا داك الظلال هي الحقيقه المطلقه، وما عارفينش باللي كاين عالم اخر خارج الكهف. دابا تخيل معايا واحد منهم تحل من القيود ديالو وخرج لبرا. في الاول غادي يتقلب من الضوء وغادي يحس بعينيه ما قدراش تشوف مزيان، ولكن مع الوقت غادي يولف وغادي يبدا يشوف الحقيقه. غادي يبدا يشوف الشمس والطبيعه والالوان اللي ما كانش كيشوفهم من قبل، وغادي يفهم بلي داكشي اللي كان كيشوف في الكهف ما هو الا ضلال ووهم. ومن بعد الى رجع لهاد الناس اللي مازالين مربوطين وحاول يشرح لهم الحقيقه، غالبا ما غاديش يصدقوه، بالعكس ممكن يضحكوا عليه وممكن يأذيوه، حيث بالنسبه لهم داكشي اللي كيقول ما كيدخلش العقل ديالهم. هاد القصه افلاطون كان كيهضر بها على الفرق بين الجهل والمعرفه، وعلى كيفاش الانسان ممكن يعيش حياته كامله في الوهم بلا ما يحس، وعلى الصعوبه ديال انك تبدل في طريقه التفكير ديالك وتفيق من داك الشيء اللي تربيتي عليه. الا تاملنا مزيان وقيسنا هاد القصه على الواقع ديالنا، غادي نلقاو بزاف ديال الكهوف اللي عايشين فيهم بلا ما نحسو. كاينين افكار تقليديه ومعتقدات توارثناها من العائله ولا من المجتمع، وكنآمنوا بها بلا ما نسولو واش بصح صحيحه ولا غير حيت لقينا الناس كاملين كيقولوها. مثلا كاينين بعض الناس اللي كيشوفوا النجاح غير في طريق واحد، مثلا في وظيفه كلاسيكيه ولا مسار محدد، واي حاجه خارجه على داك الاطار كيشوفوها فشل. هادو فحال داك الناس اللي في الكهف كيشوفوا غير الضلال ديال النجاح، وما كيعرفوش بلي كاينين طرق كثيره اخرى. وفي العالم ديالنا اليوم ولات عندنا واحد النسخه جديده من الكهف، كهف سميتو السوشيال ميديا. كتحل التليفون ديالك كتلقى عالم كامل عامر زواق ونفاق، تصاور نقيه والضحك والسفر والنجاح والحياه السعيده. وهنا كيوقع اكبر مشكل، كتولي تحسب بلي هذه هي الحقيقه الكامله ديال الناس، وكتقارنها مع حياتك اللي فيها كلشي بالزوين والخايب ديالها. وشويه بشويه كيبدا العقل ديالك يامن بلي هاد الصوره هي الواقع، وكيولي داكشي اللي كتعيش انت عادي، وربما تبان لك حياتك ناقصه. هنا كنرجعوا لنفس الفكره ديال الكهف، ان داكشي اللي كتشوف ماشي الحقيقه الكامله، غير الضلال ديال الاشياء اللي تختارت بعنايه انها تبان. ومن جهه اخرى الا جا شي واحد وبدا كيهضر بطريقه مختلفه ولا كيشكك في بعض المعتقدات، كيتعرض للنقد وربما للسخريه، تماما كيف ما داك الشخص اللي خرج من الكهف ورجع يخبر الناس. حيث المجتمع غالبا كيقاوم التغيير، حيث التغيير كيخوف وكيخرج الناس من الراحه ديالهم. وهنا كيبقى السؤال الحقيقي، واش نبقاو في الكهف ديالنا مرتاحين ولكن عايشين في الوهم، ولا نحاولوا نخرجوا ولو تكون الامور صعيبه ومؤلمه في البدايه، ولكن في النهايه نوصلوا للحقيقه. يمكن الخروج من الكهف ماشي سهل، يمكن مؤلم، ويمكن كيخوف، ولكن الحاجه الوحيده اللي اخطر من هذا الشيء كامل هي انك تعيش حياتك كامله في واحد الكهف ديال الوهم. هذا مكان.